النهاردة ان شاء الله هنخلي الجبنة القريش، هنعملها جبنة قديمة بطريقة جميلة جدا وحلوة. انا كنت عاملاها قبل كده على القناة، وكمان عاملة المش بتاعي. انا ما بجيبش مش من بره الصراحة، انا يعني بحب ان انا اعمل كل حاجة بنفسي. وهقولك المش ده انا عاملاه ازاي. اهو المش ده عبارة عن زيت ولبن رايب وشرش جبن. يقطع عليها طماطمايه خيارايه ومعلقتين زيت، بتبقى زي العسل كده. خلاص اخر واحده معايا. اهم حاجه تجيبي الجبنه دايبه، دي اهم شرط معايا علشان تبقى طريه وحلوه. وكمان المش بتاعك اللي انت عاملاه يخش جواها ويتوغل جواها. وهقولك بقى على حاجة، واحنا بنيجي نخللها هقولك على سر تعمليه، وان شاء الله هتفضل معاكي على طول
يعني هقولك طول العمر معاكي زي الفل. هحط الباقي ارشه عليه كده. انا مش هحطها في مصفى، مش دلوقتي خالص، لغايه اما تشرب معايا، تنزل ميتها وتشرب ميتها، تنزل ميتها وتشرب ميتها، علشان تبقى من جوه واخده الملح والشطه. بعد ساعتين بالظبط هحطها في مصفى واحطها في التلاجة. انا هسيبها ساعتين بره كده على ترابيزه السفره، على الرخامه بتاعه المطبخ، براحتك خالص. اهم حاجه الميه اللي فيها تنزل وتشربها، تنزل وتشربها، وفي الاخر خالص هتلاقي شكلها اتغير كده، وتحسي ان هي زي ما تكون مبلوله. ابتدي احطها في مصفى وتحتها طابق واحطها في التلاجة لمدة 6 ساعات، من بالليل للصبح مش مشكلة عندي. اهم حاجة تبقى ناشفة خالص من المية، وبعد كده نحطها في المش اللي انا قلتلك عليه. هنكمل معاكم الفيديو، مش هفصله خالص، هفصله بس في وقت ان هي تشرب ميتها واحطها في المصفى، وهرجع لكم تاني. دلوقتي بقى انا هفضي المش بتاعي في طبق علشان اوريه لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو المش بتاعي اهو، وهجيب طبق كده كبير، بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب الكبشة بتاعتي، هشيل بس الزيت كده اللي عليه، هفضيه هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دايما يا حبيبة قلبي اذكري الله وصلي على النبي، علشان بيتك يتملي بركة ويبعد عنك أي أذى أو أي حد يعني باصصلك، أو على طول بيبقى فيه مثلا تعب أو مشاكل أو كده. دايما سيرة ربنا سبحانه وتعالى وذكره تبعد عنك أي حاجة وحشة، وتحفظ لك أولادك إن شاء الله. شايفين هنا تلاقوا خرط جبنة رومي وفلفل. ساعات بقى بشيل الفلفل ده واحط فلفل جديد لما احس بقى انه خلاص بقى اتهرى. يعني شايفين ده فلفل سليم اهو، ده هخليه اهو. ودي قطع جبنة رومي، ده اللي بيحافظ على الجبنة. شايفين دي كلها خرط جبنة رومي. ممكن عارفين الحواف بتاعت الجبنة الرومي، ممكن بتروحي اللبان وتقولي له انا عايزة الحواف بتاعت الجبنة الرومي، عايزة تكسير الجبنة الرومي. ده كله اهو، شايفين ده جبنة رومي. مش شرط تكون ناشفة، انا مش هاكلها، هي بتحافظ على ريحة وطعم الجبنة القديمة. شايفين دي اهي، دي خرط الجبنة القديمة. شايفين لونها، شايفين جميلة ازاي، بني وجميلة. بصوا من جوه بجد حاجة كده تفتح النفس. انا بعمل معاكي خطوة خطوة علشان الحاجة معاكي تطلع جميلة جدا. ده ليمون، شايفة جميل ازاي، كل حاجة قدامك. انا قلتلك عايزة اوريكي المش، شايفة المش عامل ازاي، جميل ازاي، شايفة صافي ازاي ونضيف جدا. في بدايته هقولك تاني انا عملته ازاي. جبت كيلو لبن رايب وكيلو لبن حليب. غليت اللبن الحليب كويس جدا، واللبن الرايب طبعا عادي بتجيبيه. عايزه تجيبي كيلو لبن حليب وتعمليه رايب، بتحطي معلقتين خل وتسيبيه يدفى كده على البوتاجاز، بتلاقيه راب على طول، بيبقى عادي جدا، بيبقى لبن رايب. بصوا انا بجيب لكم من تحت بجد حاجه مش قادره اوصف لكم. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. هنا عشان البرطمان صغير، فانا جبت برطمان تاني كبير علشان احط فيه. هوريكم دلوقتي وانا بفضيه كده. انا اهو البرطمان اهو
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا علشان هو تحت الجبنة تحت، شايفين جميلة ازاي بجد، مش قادرة اوصف لكم. انا حماتي كل فترة كده تيجي تقول لي ايه، هاتيلي ايه، برطمان وحطيلي فيه شوية مش. المش جميل قوي، انا مش عايزة جبنة، اديني شوية مش. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين تقيل ازاي، وادي كمان خرطة جبنة. شايفين الجمال من تحت، بصوا زي الفل ازاي، شايفين النظافة بقى والجمال. بعد ما تجيبي كيلو اللبن رايب، طبعا انا هنزل ده، هسيبه؟ لا مش هسيبه، ده يعني اقول لك ايه الحبه دول كده الصغيرين دول ب10 جنيه. شايفين اهو ده المش، شايفين المش عامل ازاي، شايفين جميل ازاي. هفضي البرطمان بجد، مش قادره اقول لكم، الريحه زي العسل. شايفين ما شاء الله كل حاجه قدام عينك اهو. ودي شايفين خرطه الجبنه القريش، بصوا لونها جميل ازاي وحلوه ازاي. هفضي اللي في البرطمان ده وارجع لكم تاني ان شاء الله. شايفين ما شاء الله اهو ده المش، شايفين جميل ازاي. الصراحه قلت ايه وانا بطلع، قلت ان انا اوريها لكم بجد، يعني صراحه يعني حلو جدا. بعد بقى ما بتحطي، وريحته حلوه، سلمى بتقولي وريحته حلوه يا ماما. بعد بقى ما بتحطي كيلو اللبن الحليب وكيلو اللبن الرايب، بتجيبي حبه شرش نص كيلو، تروحي عند اللبان وتقولي له انا عايزه اي شرش عندك، شرش جبنه براميلي او اسطنبولي. هنا بقى انا طلعت الجبنه، بصوا بجد تحفه ملهاش حل. وهنا طلعت الجبنه بقى القديمه المستويه، عيالي قالوا لي يا ماما طلعيها، بجد جميله وريحتها حلوه، علشان ما افتحش على المش، عشان الجبنه القديمه تستوي براحتها. بعد كده باخد بقى شويه شرش. انا بحاول اخد الجبنه، مش عايزه فلفل ولا اي حاجه، انا باخد شايفين الشرش كده. بعد ما بتحطي الجبنه اللي هو الشرش بتاع الجبنه البراميلي او الاسطنبولي، بتجيبي بقى حتت جبنه الرومي دي، بتجيبي الفلفل الحار، بتجيبي ممكن مخلل لو عندك بتحطيه. شايفين دي كلها جبنه رومي، ودي ليمونه، نص ليمونه. بحط اخضر وبحط مخلل، الاخضر علشان يحافظ عليه، والمخلل علشان يديله ريحه، يعني ليمون مخلل، فلفل مخلل، زي اللي موجود عندك. بعد كده بحط كبشه من هنا كده في الجبنه القديمه دي، كبشه من المش اللي عندي، وبعد كده بهرسهم بالشوكه او اضربها في الكبه كده، بتبقى جميله. اول ما اطحنها بتبقى جميله قوي ناعمه. بعد كده بقى اروح حاطه الطحينه والزيت والطماطم والخيار، واروح حطاها في التلاجة، والعيال بيطلعوا منها، بتبقى جميله جدا وحلوه جدا ان شاء الله هتعجب. ودلوقتي جهزنا المش بتاعنا، ودي البرطمان. طبعا انا جبت برطمان اكبر هوريه لكم علشان ياخد المش وياخد الجبنه عندي. ودلوقتي عدى اكتر من ساعتين، هبتدي اجيب المصفى بتاعتي علشان احط الجبنه. انا بعمل لكم كل حاجه اهو بخطوات واحده واحده. بعد ما بتحطي الجبنه الرومي اللي عندك المتقطعه، او جبنه متكسره
براميلي، شيدر، اي نوع جبنه عندك حطي، بدل حادقه حطيها، بس اهم حاجه ما يكونش فيها ميه. هجيب هنا الجبنه بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم، وهحطها هنا. دي اتفكت، هبصوا هضغط عليها عادي جدا كده والفها، هي عشان دايبه مش مستحمله اهي. اجيب بقيتها كده، بصوا دايبه خالص، دايبه بجد، يعني حاجه تفتح النفس. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بالشكل ده، واحطها بقى في التلاجة لمدة 6 ساعات. هحط عليها برضو شايفين المية بقى اللي نزلت دي، مش هرميها، هحطها كده هلمها لان فيها جبنة، هحطها كده وهي هتتصفى لوحدها. احط اهم حاجة طبق تحتيها كده، واروح حطها بقى في التلاجة على رف التلاجة لمدة 6 ساعات او من بالليل للصبح. هحطها وهرجع لكم تاني. دلوقتي انا خلاص حطيت الجبنة في التلاجة. دلوقتي هنجهز المش بتاعنا. جبت البرطمان كبير، ده ياخد تقريبا 7 كيلو او 8 كيلو جبنة بالمش. لازم تجيبيه يبقى كبير شوية، علشان الجبنة ساعات بتفور في الحر، فيبقى فيه مساحة ومسافة انها تمتد براحتها وتفور براحتها. وهقول لكم تاني ازاي انا عملت المش الجميل ده. اول حاجة بتجيبي كيلو لبن، وبعدين حليب طبعا، وبتجيبي كيلو من اللبن الرايب، ونص كيلو شرش، اي شرش بقى، جبنة اسطنبولي، جبنة براميلي. بعد كده بتجيبي جبنة رومي، بتجيبي اللي هي الحتت اللي هي في الجناب دي اهي، انا وريتها لك اهي بالشكل ده. وبتجيبي اي مخلل عندك، ليمون، فلفل يكون مستوي، بتحطي كام واحدة كده مش كتير، علشان يدي الطعم بتاع المخلل، يبقى الجبنة دي معتقة، يبقى ريحتها حلوة. وبعد كده بتجيبي كيس ملح تقريبا 250 جرام، يعني ربع كيلو، علشان تبقى حادقة. وبتجيبي تمن شطة، انا بقولك المقادير دي علشان تبقى عندك على طول المش. وتزوديه ازاي لما يبتدي يقل منك، تبتدي تزوديه تاني، هقولك تزوديه ازاي. وتجيبي انا قلت طبعا ربع كيلو ملح، 250 جرام ل 300 جرام. وبتجيبي تمن شطة حمراء سوداني، لازم الشطة دي مهمة جدا 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 في المش. وبعد كده بتجيبي معلقة كركم كبيرة، يعني في حدود 20 جرام. وبتجيبي معلقة بابريكا كبيرة برضو في حدود 20 جرام. وتقلبي كل الكلام ده مع بعضه. عندك بقى جبنة براميلي ناشفة في التلاجة بتحطيها، جبنة رومي نشفت منك بتحطيها. اهم حاجة بعد كده بتحطي المش بتاعك، وبتجيبي الجبنة زي ما عملناها بالطريقة اللي انا وريتها لك، الجبنة القريش كده، تحطي المش وبعد كده الجبنة، وعلى الوش بتجيبي فلفل اخضر اهو، وبتجيبي ليمونتين خضر. خلاص بقى احنا حطينا المخلل، بنجيب اللي هو الليمون ده بيستوي، الاخضر، الليمون الاخضر والفلفل الاخضر بيستوي اهو. ده كده الليمون، وادي الفلفل. الليمون ده بقسمه نصين، والفلفل بسيبه زي ما هو، ما بقطعوش. بعد ما بخلص الكلام ده كله بجيب 3 حبات حلبة. ده سر الجبنة انها ما بتسوس معاكي. بجيب 3 حبات حلبة اللي هي المجففة بتاعتنا، الحلبة دي 3 حبات، 4 حبات، حبة صغيرين كده، 4 5، المهم مش كتير، 4 حبات. واروح حطاهم في البرطمان زي ما انا حطيت كده دلوقتي.
ما بكترش، دي بتمنع اي ريحة مثلا الجبنة بقى هتعفن، لا ريحتها هتغير، لا بتحافظ على ريحتها وبتمنع الدود والسوس واي حاجة وحشة تحصل للجبنة القديمة. وعلى الوش بحط معلقة زيت وبحط نص معلقة خل. الخل بيبعد البكتيريا، بيبعد التعفن. شفتوا انا فتحت قدامكم البرطمان ده بقاله سنة ما اتفتحش. شفتوا عليه ايه على الوش؟ زيت، ولا عليه ريم ولا عليه عفونة ولا اي حاجة خالص. دلوقتي انا هحط المش في البرطمان. طبعا انا حطيت 4 حبوب من الحلبة. ده السر بقى بتاع الفلاحين القدام، مش دلوقتي. واروح حاطه كده، احط كل المش بتاعي بالمخلل بقى، بقطع الجبنه، كل حاجه اروح حاطاها. طب انا دلوقتي المش بتاعي خلص، كل ما باخد خرط الجبنه باخد كبشه من المش بتاعي ده. اعمل ايه؟ ازوده ازاي؟ ازوده، اجيب لبن رايب واروح حطاه، بس قبل ما احط اللبن الرايب يكون دافي، يعني ادفيه كده بس على البوتاجاز، واحط فيه ملح احدقه، ما احطهوش كده. وبعد ما احطه اروح رشه شطه على الوش، واروح حاطه قرنين فلفل خضر، واروح حاطه نص معلقه زيت، واروح حاطه برضو نص معلقه خل، واروح قافله البرطمان بتاعي، واروح حطاه في شنطه واقفله. طب ليه احطه في شنطه واقفله؟ عشان الضوء، انا مش عايزه ضوء. الشنطه تكون بيضه، وبعد كده شنطه سودا، علشان لما الضوء بيخشله ما بيغمقوش، بيفضل فاتح زي ما هو. لا انا عايزه المش بتاعي يكون غامق كده. انا قلتلك المش بيتعمل ازاي، ولا بقى تشتريه من بره ولا اي حاجه، يقعد معاكي سنين سنين. المش ده جيرانك وصحابك وقرايبك لما ياكلوا منك الجبنه القديمه بالطريقه دي هيقولوا لك احنا عايزين اعملها لنا. بجد ريحتها جميله جدا وحلوه جدا. هحط المش، وعبال لما الجبنه بتاعتنا تاخد وقتها هكمل معاكم الفيديو تاني ان شاء الله. ويا ريت بقى اللي وصل معايا لغايه هنا متنسيش بقى يا حبايبي اللي لسه مشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويكتب لي كومنت حلو كده منك يساعدني، ويشير الفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. بتمنى لكم الخير يا رب، وبحبكم جدا جدا جدا. تعليقاتكم الجميلة بجد بتسعدني، تعليقات جميلة جدا، وانتوا ناس جميلة جدا 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 على راسي من فوق. بحبكم جدا، بتسعدوني وبتبسطوني بكلامكم الجميل، علشان كده والله بتشجعوني ان انا اعمل فيديوهات كتير وانزل كل الخبرات بقى من ماما ومن جدتي ومن قرايبي. ولو رحت عند حد واكلة عجبتني بشوفها اتعملت ازاي، لو رحت في مطعم والاكلة عجبتني بحاول ان انا يعني اطعم كل حاجة كده وانا باكلها لغاية اما انا اروح البيت واعملها، وبتبقى احلى من اللي بره ان شاء الله. بحبكم في الله، استنوني هرجع لكم تاني. واهم حاجة يا حبايبي ما تنسوش اللايك علشان بيرفع من المشاهدة، وكمان بيرفع من ظهور الفيديو على اليوتيوب ان شاء الله. هجيب برطمان المش بتاعي وهحطه وابتدي انزل الجبنة بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا هنا جبت برطمان المش بتاعي، طبعا أنا كنت حطاه في برطمان صغير، بعد كده نقلته في برطمان كبير. أبتدي أنزل الجبنة بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دايما يا حبيبة قلبي اذكري الله
وصلي على الرسول علشان ربنا سبحانه وتعالى يكتر البركة في بيتك وفي اي حاجة انتي بتعمليها. وكده انا نزلت الجبنة بتاعتي، وهنزل كمان الحتت دي، مش هسيب اي حاجة خالص، اي حاجة انا هنزلها. وكده حطيت الجبنة بتاعتي في البرطمان. احط الفلفل الحار وكمان الليمون، هسيبه زي ما هو اخضر، زي ما هو كده. طبعا بكون غسلاه كويس اهم حاجة. وهحط زي ما قلت لكم اهم حاجة معلقة الخل الابيض، ده اهم حاجة علشان تدي للجبنة القديمة مزازة، وكمان بتحافظ عليه من البكتيريا او اي عفونة. وهحط برضو معلقة زيت، ده اهم حاجة وانتي بتعملي الجبنة القديمة. كده تمام. واقلبها كويس جدا. بسم الله. ما تفتحيش عليها قبل 20 يوم، ما تفتحيش على الجبنة قبل 20 يوم علشان ما يحصلش اي حاجة للجبنة وما تتعرضش للهواء. شايفين ما شاء الله جبنة جميلة جميلة جميلة. كده تمام. وانا بغطيها هحط كيس واغطيها كويس جدا جدا، وزي ما قلت لحضراتكم لازم احطها في شنطة واربطها واحطها في شنطة تانية علشان ابعد الضوء عنها، علشان تغمق وتبقى حلوة. لو الضوء شافت الضوء هتلاقي الجبنة فاتحة وريحتها مش حلوة. انا جبت اهو كيس ثلاجة عادي، وبقسمه كده 2 باتنين، وبحطه كده بنفس الطريقة كده، وابتدي ان انا اغطيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اهم حاجة اذكري الله على طول ما انتي بتعملي اي حاجة في البيت، اذكري الله. شايفة؟ اهم حاجة تقفليه جامد قوي كده. اهو الجبنة بتاعتي بالمش. انا زي ما قلت لحضراتكم الجبنة دي بتفور وبتعلى، فلازم يبقى فيه مسافة لان ده مش مخلل، ده بيفور مع طبعا التفاعل الكيميائي مع الزيت والخل والليمون والجبنة القديمة والمش والجبنة والشطة، فبيبقى فيه تفاعلات كيميائية، فبيبقى فيه فوران. فعشان ما يطلعش على البرطمان بره ويغرق الدنيا، لا لازم يبقى فيه تقريبا كده ربع البرطمان فاضي علشان يتفاعل براحته. كمان الهواء اللي جوه ده بيحافظ على الجبنة اللي جوه. كده تمام. دي كانت وصفة النهاردة، ويا رب الوصفة تعجبكم. وهنا بقى ده الجبنة القديمة، شايفين جميلة ازاي وحلوة ازاي ما شاء الله. شايفين بقى الحلاوة والجمال، بجد هتاكلي احلى جبنة قديمة. شايفين جميلة ازاي وريحتها بجد وطعمها ولونها حكاية، لون طبيعي من غير ما تحطي الوان. وزي ما شفتوا انا ولا حاطه لون ولا عامله اي حاجه خالص، كله طبيعي، مفيش اي حاجه انا حطيتها، كله حاجات طبيعيه موجوده في البيت. لبن لبن رايب، شرش جبنه براميلي، شرش جبنه اسطنبولي، حطينا مخلل فلفل وليمون، حطينا فلفل اخضر وفلفل اللي هو حار مستوي، وحطينا اخضر، حطينا ليمون برضو مخلل وليمون اخضر، وحطينا شطة وكركم وبابركة. دي كانت مكونات
المش بتاعي وبغطيه وبسيبه. ان شاء الله بيبقى معاكي جميل جدا، وتقعديه طول العمر تحطي فيه. وزي ما قلتلك لو نقص منك المش بتزوديه بشرش لبن، اللي هو ممكن الشرش اللي هو مطرح الجبنة. لو انت عندك لبن حليب وعملتيه قراب منك وعملتيه جبنة، تاخدي الشرش بتاعه وتحطيه. عندك لبن رايب بتملحيه وبتحطيه ربع كيلو لبن حليب، بتدفيه شوية كده وتحطي فيه معلقة ملح وتحطيها. اهم حاجة وانت بتزودي تحطي معلقة خل ومعلقة زيت. انت كده بتقفلي الهواء وبتقتلي البكتيريا، وبيبقى معاكي ريحته وطعم جميل جدا ما بيتغيرش. والله جوزي قام على ريحة الجبنة القديمة، بيقول لي دخلت في مناخيري وانا نايم، ريحتها جميلة جدا بجد. يعني من حلاوتها قام وخد خرطة فعلا وراح قطع عليها طماطمايه وزيت وطحينة وراح كل. بجد هي جميلة واكلة حلوة وبتلم العيلة. زي ما قلت لكم زمان من الاكلات الجميلة جدا اللي احنا متعودين عليها من صغرنا وبتلم العيلة. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم، ولو وصل لغاية هنا يا حبايبي ما ينساش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويكتب لي كومنت حلو، ويا ريت يشير الفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدين، ويا ريت لايك منك جميل علشان يرفع من مشاهدات الفيديو ان شاء الله. ودلوقتي يا حبايبي هحطها في شنطة زي ما قلت لكم، شنطة بيضة او اللي موجود عندك، وفوقيها شنطة تانية علشان نمنع الضوء. وبنحطها على الرخامة بتاعة المطبخ تحت الحوض، المهم بعيد عن اي سخونية. انا عايزاه في جو طبيعي جدا، يجي عليه سقع عادي يجي عليه حر عادي، يبقى الهواء الطبيعي او الجو الطبيعي بتاع البيت العادي. ما تحطوش في بلكونة، ما تحطوش فوق السطح، ما تحطوهوش في حتة مقفولة ما بيخش لهاش هواء، غلط عليه بيكتمه وبيغير ريحته، لان البلاستيك ده بيتنفس. فطبعا لازم يبقى فيه هواء طبيعي علشان البلاستيكات دي تتنفس طبيعي جدا ويستوي براحته زي ما هو عايز. ولا تحطيه جنب فرن ولا تحطيه في الشمس ولا الكلام ده خالص، يفضل معاك نضيف، ولا فيه دودة ولا فيه سوسة ولا ريحته تتغير ولا يبقى فيه عفونة ولا اي حاجة، بيبقى جميل جدا معاكي ان شاء الله. ودلوقتي هحطه في شنطة واوريه لحضراتكم. هنا جبت شنطة بيضة اهو، هبتدي احط البرطمان. بسم الله الرحمن الرحيم.